مروان عطيه بيشوط بس هي مش ظابطه معاه شوط. مخبيه يعني ولا ايه؟ مخبيه بكرتونته. انا في لكم كرتون عايز فيه ال100 مظبوطين مش مكسور. عايز فيه. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كوره كاست، البرنامج الامتع الاروع الاعظم على الاطلاق، او احنا بنتمنى يكون كده في يوم من الايام. النهارده معانا كابتن محمد يحيى، يعني ريل استيت، يعني الكوميشن صديق الطفوله والتيم ميت بتاعي في الكوره اللي حاطين على محمود، على فكره محمود زايد اللي ورا ان شاء الله، واسلام بيه اللي موجود هنا. 5-0 الماتش اللي فات، ان شاء الله الماتش ده هنشوف هنعمل فيه ايه ان شاء الله. عامل ايه يا كابتن يحيى؟ كله زي الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار الريل استيت دلوقتي ايه؟ موسم طبعا والدنيا مش للدرجه دي يعني، مش قوي كده. لا المتر عامل كام في زايد دلوقتي؟ لا ضرب ايه الاخبار؟ كله زي الفل الحمد لله. وبما ان مفيش لا فانتزي ولا محليات ولا دوريات اوروبيه، مفيش الا كاس العالم للانديه، نخش في الموضوع على طول. خش يا باشا خش. ايه اخبار الاهلي في كاس العالم للانديه واللي حصل في كاس العالم للانديه انت شايف اللي حصل ده كله غلطه مين، ولا مين السبب للكارثه اللي احنا فيها، او للعك اللي حصل الفتره اللي فاتت دي؟ بص، هو الموضوع بيتاخد فكره كامله على بعضها. الموضوع السبب فيه انا شايف اللي هي الاداره، رقم واحد الاداره قصدك؟ الاداره السبب في الموضوع ده. الخطيب ومجلس الاداره والناس دي كلها. هو ده السبب في الموضوع ده من اوله. الاداره مخططه على كاس العالم، عارفه ان كاس العالم، عارفاه من سنتين ثلاثه، عارفه ان في كاس عالم، فمجهزه التيم ومجهزه اللعيبه، وحتى متعاقدين مع الصفقات، جايبين حمدي فتحي وتريزيجيه وجايبين زيزو وجايبين اللعيبه دي كلها. فبالتالي ان في مدرب، ما تجيش ان انت قبل البطوله بشهر بالظبط تقوم ممشي المدرب. فين الخطه في كده يعني؟ انا معاك في ده بنسبه كبيره جدا، بس الموضوع يعني انا شايف من وجهة نظري ان احنا بادئين اصلا، او المدرب بادئ الخطة مش بيلعب وينج يمين، وده اللي انا شايفه ان هو وينج اليمين كله بتاع محمد هاني، وانت طالع بيلعب حمدي فتحي وينج، فبرضه دي غلطات مدرب. احنا عايزين نقف عند دلوقتي محمد هاني ده هنشيله كده على جنب، خليه لوحده كده. هنعمل له حلقات لوحده، تعمل له حلقات لوحده فاصل كده ونطلع محمد هاني ده لوحده. نشيل فقره الفانتزي ونحط محمد هاني ده لوحده، ده فقره يعني. هو عامه ما نقدرش نلوم المدرب في اي حاجه. انا ما ينفعش اكون اولا في غلطه. انت جبت دلوقتي عماد النحاس في اخر 6 ماتشات في الدوري. اولا انت مشيت المدرب ليه اصلا؟ عشان خرج من دوري الابطال، خرج قدرا يعني، والراجل ما خسرش ماتش يعني. كان مدير كوره وشغال برضه، يا يكمل يا عماد النحاس يكمل. ما ينفعش اجيب مدرب اجيبه النهارده اقول له انزل العب درب الفرقه في كاس العالم. طب تلعب ميسي تاني يوم صاحي من النوم هيلعب ميسي؟ مفيش كده، مش واقعيه كده يعني. طب هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ اولا هو ما يعرفش اللعيبه عامه، اللي حاطط التشكيلات دي كلها عماد النحاس مش هو. ما انا بقول لك عماد النحاس اي حاجه، ما عندوش معلومه عن اي حاجه، ما يعرفش مين محمد هاني. ممكن يبقى عارف، عنده نولج شويه عن بس الفكر ان هو يلعب من غير وينج يمين دي مش فكره اكيد عماد النحاس، لان عماد النحاس كان بيلعب بوينج يمين في الماتشات اللي هو لعبها واللي ادى فيها ادوار جامده جدا. هو بس جداً. هو عنده فكره في الخطه كده، بيبقى قلب الملعب شمال بس شويه. ايوه بيقلب الملعب كده يعني شويه. انت تحس ان مثلا ان دي ترابيزه والدنيا مايله كده. ايوه هو ده اسلوب لعبه، هو دي الخطه بتاعته، دي طريقه لعبه شويه. بس هو فاكر ان اللعيبه هي اللي بتنظم الموضوع ده، هو تكتيكيا تقدر تنفذ الموضوع ده. لعيبه الاهلي فاشله اصلا في حاجات كتير جدا تكتيكيا في الملعب. احنا عندنا الناشئ بتاعنا محمد هاني، ناشئ بقاله 30 سنه ناشئ، طبعا ما يعرفش اي حاجه خططيا، ما يعرفش اي حاجه، واغلبيه اللعيبه ما تعرفش اي حاجه يعني. كواليتي اللعيبه اصلا يعني، طبعا ما عندكش باك يمين وما عندكش باك شمال وما عندكش مساكين، صارف كل حاجه، الملعب مقلوب لقدام في الخط اللي ورا. نرجع بقى في نقطه مهمه اصلا، كابتن الفرقه عنده مشاكل اصلا، محمد الشناوي. طب بص، عشان بس انا شايف ان في ناس بتحمل ماتشات كامله للاعيب واحد، بمعنى ان في ماتش اللي هي الهجمه الاخيره المرتده بتاعت اسمه ده حسين الشحات، بتاع حسين الشحات، شايلوا الماتش كله حسين الشحات. لا يا جدعان، ما انا مش عايز ده. والشناوي برضو بيقول لك ده من غير دراع، ده من غير كده. انا طبعا ده حقيقي لا انا ما بحبش يصد بدماغه، ما بحبش التنمر. اول حاجه انا ضد التنمر يا جدعان. اي حد بيتفرج علينا انا مش مسؤول، بس انا بتكلم بجد والله. انا الناس او الجمهور بيشيل الماتش كله لواحد يعني. محمد الشناوي انا مش شايف ان هو غلط في اي حاجه في الماتش، سوري، بس هو ما حسسناش ان هو بيعمل تراي، وخاصه ان الكور كلها الجون الاولاني 1 على 1
اترقص وجاي في جون. ماشي. الجون الثاني جاي هيد ملوش فيه خالص. ده الجون الثالث. الجون الثاني اللي هو اللي حطها ار2 ما عملش تراي على الكوره اصلا. ما هو يا جدعان اولا دي غلطه محمد هاني. اشتغلنا احنا بقى لا هاشتاج محمد دي غلطه محمد هاني. الواد بعتك يمين وفاضيه خالص، الواد ما بيشوطش شماله، يعني قصدي ما بيشوطش يمينه، فرايحه مستريحه، وهي الواد ده لو عادها مليون مره مش هتيجي. هي رايحه من ورا اللعيب، فالشناوي مش شايفها اصلا. يعني هي رايحه من ورا، هاني سايبه هنا وده فاضي لوحده يعمل اللي هو عايزه. ده غلطه هاني مليون في الميه. الشناوي ما عملش عليها تراي لانها بعيد عنه، انما الوحيد اللي يسأل عليه هو الجون الاخير ان هو ما عملش عليه تراي، لانه يعني انا لما عدتها اكتر من مره كره صعبه برضه، كره رايحه الدنيا فاضيه خالص ورايحه في الزاويه البعيده خالص. طب هنعمل مقارنه بسيطه بين الحراس. مش بيقول لك محمد الشناوي ده ما تقوليش بونو بقى. بونو سيبك، بونو ده ليفل اعلى شويه كتير قوي 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 قوي. المفروض احطه في المقارنه دي. لا المفروض احطه في المقارنه دي، لان هو اللي بيحط نفسه في المقارنه دي. المقارنه اللي بنحطها بين الاثنين هو وبونو، هو اللي حاطط نفسه في الحته دي. هو الكابيتانو بتاع الفرقه، انا اللي مضحي عشان الفرقه، انا اللي شايل الفرقه. كام ماتش محمد الشناوي عنده ماتشات معينه هو اللي بيبقى فيها توب. عامه لو جينا بصينا في البطوله دي، الماتش الاولاني بتاع انتر ميامي الكور كلها يعني هو شايل الكور، مش عامل سيفز القويه قوي اللي تفرق مع شال كذا الكوره. ده في كوره خبطه في دماغه والناس حسبتها له سيفز، يعني حظ. بتتحسب سيفز ولا لا يا جدعان؟ ده خبطه في دماغه يعني. انا مش ضده، بس انا يعني انا امبارح مثلا ماتش ريال مدريد ويوفنتوس، الواد شايل كميه كور، بس الكور تحت رجليه بس اتحسبت له صده. ايوه ماشي. الواد فعلا، ما هو دي نفس النظام على الشناوي يا جدعان. احنا مشكلتنا، انا شايف ان احنا مشكلتنا ان احنا بنيجي بنشيل الماتش للعيب. هوب محمد هاني شال الليله دي، الشحات شال الباكيج كامل. ماتش انتر ميامي شال كله. لا الناس بتشيلهم ليه؟ ان المفروض ان اللعيبه دي لعيبه خبرات. الشحات ده خلاص، الشحات هيقرب يعتزل. الشحات 34 سنه او 33 سنه ماشي. خلاص يعني عنده اكسبيرينس، عنده خبرات في الكوره، عارف ازاي ياخد القرارات. لا ما فيش، هات لي لعيب عنده خبرات يغلط الغلطه دي. انت بتبص بيفكر اللعيبه عندنا في مصر كلها بتفكر في نفسها. اللعيبه كلها، واللي يثبت لك كده ماتش بورتو الاخير، ما فيش لعيب راح على الجون ما فكرش في نفسه. ده عمر كمال عبد الواحد بيفكر في نفسه. كل لعيب عايز ياخد اللقطه. حسين الشحات فكر في الكوره دي، عايز ياخد اللقطه، عايز انا اكسب الفرقه. لو بص على البعيد، هو ما بصش على حاجه، هو هنج، هو وقف مكانه ما عملش اي حاجه. هو هنج حرفيا. طيب عايزك ترتب لي مين اكتر لعيب فاشل شايفه في كاس العالم للانديه ده في الاهلي عموما، ومين التوب. يعني نقي لي 3 اسامي فوق و3 اسامي تحت، او قول 4 اسامي. الفاشل كان خارج التوقعات بالنسبه لي، كان سيء جدا حمدي فتحي. ده رقم واحد بالنسبه لي. رقم واحد سيء جدا جدا جدا. ممكن عشان لعب في مركز مش مركزه برضه يا جدعان. طبعا ده واخد ده مركزه، ده كان بيلعب فيه اصلا مع كولر. لا هو ده كان بيحدفه وينج يمين يا جدعان. لا والله كان بيريح عليه وينج يمين. قراراته كانت غلط. ايه كان بيلعب وينج يمين والله. طب قول لي قطع كام كوره، بصه كام كوره، ارقام طبيعيه لاي لعيب خط نص. انا معاكم يا جدعان. هو سيء جدا. ده حتى ده اعتمد عليه القرار انه ما يكملش في الاهلي على فكره. توب الفاشلين ولا ده؟ لا ده رقم واحد. رقم واحد. احسب يا مونتاج. رقم واحد حمدي فتحي. حمدي فتحي. تاني واحد الخايب ظني قوي اشرف داري. انا جايب لعيب محترف. المفروض ان الكواليتي عالي، ده اللي يشيل الفرقه. ده المفروض. احنا اتريقنا على رامي ربيعه ومشي وحصل فيه الكلام ده حاجه غريبه. انا مش متوقع ان انت تقول اشرف داري. لا انا بالنسبه لي اشرف داري ده خارج التوقعات خالص. بالنسبه لي المفروض ان هو يبقى توب. اقل واحد وحش يبقى كويس بالنسبه له. المفروض لا طبعا اللعيبه بتطلع تلعب من الهيد من فوقيه. انت طويل اصلا، المفروض الجامب بتاعك يبقى عالي، ما بيقطعش كور. السبرنت بتاعه بطيء جدا جدا جدا، عليكم من كتير جدا يعني. غريب، انا مش متوقع ان انت تقول كده. طيب يبقى رقم 2 اشرف داري. 3 قفشه. ده فاضل واحد، هتقول مين؟ هقول انت كده هتسمي اللي ماشي. قفشه في الليسته. ماشي. هو قفشه لان قفشه عايز ياخد الكوره، عايز يبقى صاحب الكوره، وقفشه عنده حاجات كتير غلط في الكوره. عنده قراراته كلها غلط. المفروض ان هو بياخد القرارات، هو البصير بتاع الفرقه، بياخد القرار، عارف بيحرك اللعيبه ازاي، بيفكر في نفسه دايما، عايز ياخد اللقطه. ما لعبش ماتش كامل، ده بينزل في الاخر. المفروض ان هو ينزل 5 دقايق يقلب الماتش. المفروض ده دوره ان هو ينزل 5 دقايق يقلب الماتش. ده على فكره ده ميزه في كاس العالم للانديه، ده ان انت ميزه تلعب وقت قليل، مش انت تلعب وقت كتير ده مش هيقدر. ماشي. ده الموضوع صعب طبعا. هو انا بشيلها له، بس هو غصب عنه، لان الاجواء عامل كده. محمد هاني بالنسبه لي بشيل له ان هو الرابع، بس هو غصب عنه. بس هو لازم يشيل، لان في
ادوار ما بيعملهاش، هو ولا بيهاجم ولا بيدافع. ماشي. هو الكره الوحيده اللي طلع هاجم فيها ورفع اوفر جبنا جون فيها بتاعت وسام ابو علي. ففين دور، فين الشغل بتاعك ده؟ انت ولا المفروض الباك اليمين ده بيعتمد عليه قطع كام كوره، عمل كام كروس، شاط، عمل كام فاول، عمل كام تاكلينج. محمد هاني ما بيعملش اي حاجه، ده التاكلينج الوحيد اللي حاول يعمله فشل فيه. طيب كمل وانا هسمي انا بقى الاسامي دي، ولا انا اقول لك؟ بالنسبه لي رقم واحد في الضايعين محمد هاني، ده الاساسي. رقم 2 حمدي فتحي، ماشي معاك. 3 قفشه، ماشي، ده الثالث. بعد كده انا شايفهم متساويين، يعني انا اقدر اسمي 3 بس. يعني انا لو افتكر مين تاني ما فيش حد في بالي خالص. حط حسين الشحات لو عايز، عادي جدا يعني. ممكن عادي يتحط، ممكن نحطه عادي ممكن يتحط، مع انه في ماتش نزل اثر، كان مؤثر جدا يعني في ال10 دقايق اللي نزل فيهم. بس يعني لا، دول فعلا سيئين، دول فعلا يعني مؤثرين في النادي الاهلي. يعني ان هم لو وجودهم كان بيلعبوا بمتوسط مثلا 50% من اللي احنا طالبينه منهم، كنا عدينا حاجات كتيره قوي جدا جدا جدا. يعني ال3 دول لو في مستوى او في مستواهم اللي احنا كنا بنتمنى يكونوا هم زيه، يعني كانوا فرقوا معانا جدا. طيب مين التوب بالنسبه لي؟ طبعا رقم 1 هداف الفرقه وسام ابو علي. ده رقم 1. زيزو كان مفاجاه بالنسبه لي، ما توقعتش ان هو يخش على طول بالسرعه دي ويبقى بالقوه دي، واحسن واحد في الفرقه. وسام واخد احسن واحد عشان هو هداف الفرقه، بس هو احسن واحد في الفرقه فعلا. طيب تحركاته وبسبرنت، الراجل الوحيد اللي بيلعب طول الماتش رايح جاي رايح جاي ما بيقعدش. رقم 1 هو وسام، الاثنين نفس المرتبه على فكره. طيب. هو تهديفيا حظ، انا كنت عايزه يجيب جون ليه هو، مش عشان حاجه. أيوة. عشان هو يكلم المجهود بتاعه يعني. طب انت شايف ان اصابه امام عاشور اثرت فعلا في تيم النادي الاهلي ولا لا؟ انا عندي محمد علي بن رمضان ده يغطي لك يلعب لوحده في نص الملعب. انا بالنسبه لي ده يلعب لوحده في نص الملعب والباقي عادي، مش هتحس باي حاجه. يعني انت قصدك كده ان انت الثالث بالنسبه لك محمد بن رمضان؟ طبعا قولا واحدا. بص انا عندي بحب كواليتي اللعيب قوي اللي بيعرف يباصي، ده واخد الباص 100%. محمد بن رمضان. امام عاشور هتلاقيه 50% الباصات بالنسبه له، في كواليتي باصات. امام عاشور ما كملش يا ريس، ده عامه بكلمك عامه، لو ما لعبش في البطوله دي يعتبر اصلا حاجه يعني. الشوط كيروس الشوط بتاعه بيرفكت، ما بيشوط شوطه غلط. امام عاشور بيشوط بس غلط. التكنيك بتاعه غلط. عارف انت اللي بيكون واحد دارس بره وواحد دارس جوه. امام عاشور عندي الكومنت ده عليه من زمان. امام عاشور مشكلته عشوائي، بيشوط عشوائيه، ولما بتيجي معاه بتبقى ضرب نار. بس هي فعلا انا نفسي امام عاشور لو فعلا خد نفس بس كده وفكر ثانيتين، يعد 1 2 ويعمل اللي هو عايزه. على فكره وجود محمد بن رمضان ده مميز لامام عاشور اصلا، هيعلم الكواليتي بتاعه، هيعلم الباص بتاعه، هيعلم الشوط بتاعه. بس هو يشيل النفسيات بتاعته لو ما يبقاش في نفسيات في الملعب. لا عشان اللعيبه المصريه عندنا عندهم نفسيات بس شويه كده من اللعيبه الاجانب. الرابع مين ممكن لو هتسمي؟ ممكن هو ما خدش حقه جامد قوي، ممكن ديانج، بس عشان هو لعب ماتش واحد، ما كملش ماتش واحد. بس هو كان باين فرق الكواليتي بينه وبين اي لعيب في الحته دي في مصر. تمام. انا في ترتيب زيك بالظبط يعني. وممكن الاخير ممكن مش ديانج، ممكن مروان عطيه. على مروان عطيه جلت منه في ماتش ولا حاجه، بس هو كان عامل ماتشات عالميه. اول ماتش حلو جدا، عامل ماتش حلو عالمي فعلا. بس انا عندي كومنت على اللعيب اللي في مركز 6 ده بالذات، اللي ما بيطلعش بالكوره او ان انا ما بستخدموش في الكوره. ممكن احتاج ان انا عايز الكوره اللي تشوط، عايزه يعطل اللعب، عايزه مروان عطيه بيشوط بس هي مش ظابطه معاه شوط. مروان عطيه شويت جدا على فكره يا جدعان، والله العظيم. مروان عطيه ده لو المدرب استغله صح في موضوع الشوط ده، رجليه طرشه وبيشوط من الصفر. يعني في ناس لازم تعزم والكلام ده كله، لا مروان عطيه بوم بيشوط الشوطه دي. ما هو لازم يعلي. كنت انا اسمع كده زمان يعني، يقول لك ايه، لعيب خط النص لو ما شاطش في الماتش من 3 ل5 كور في الماتش يعتبر ما شاطش. عندك يا عم حسام عاشور ما شاء الله قعد 20 سنه اصلا قعد 20 سنه وشاط شوطه، والشوطه اللي شاطها جت في العارضه. ده مفهوم تاني خالص عن الكوره ده. كان بيلف ويرجع لورا، ده موضوع تاني خالص عن الكوره يعني في مصر يعني. طيب نخلص كده خلصنا الاهلي. بس عشان اقول حاجه في الاخر، المطلوب الاهلي ما نفذش المطلوب منه في كاس العالم. الاهلي بالنسبه له لو الناس شايفه ان هو حقق المطلوب، لا الاهلي ما حققش المطلوب. مين اللي شايفه؟ هو الفكره ان الناس اللي بتقول ان هو حقق المطلوب ده بتبقى ردا على الزملكاويه من الاخر، يعني اللي بيقول لك انت رحت عملتوا ايه وسويتوا ايه والكلام ده كله. فالاهلاويه بيقوموا ردين عليهم احنا رحنا وتعادلنا
ماتشين وخسرنا ماتش، ما طلعناش بهزيمه الكامله. تاني حاجه راجعين ب 11 ولا 12 مليون دولار. ده الرد بيبقى على الزملكاويه بس، انما معروفه طالما انت طلعت اصلا من دور المجموعات انت ما حققتش الغرض بتاعك. لا هو الاهلي اصلا، اداره الاهلي كان الطموح بتاعها تطلع من دور المجموعات، عايزين يطلعوا دور واحد، ده الهدف بتاعها بتاع كاس العالم. حتى الصرف اللي فات ده كل اللعيبه دي جت عشان يطلعوا من الدور ده، بس الاهلي ما حققش. وعلى فكره انا عايز اقول لك ان الاهلي اسهل مجموعه على الاطلاق. ده طبيعي، ده فعلا اسهل مجموعه على الاطلاق. ضيعت ماتش ميامي اللي هو سهل جدا تكسبه 3-4 يعني اسهل ما يمكن انت تكسبه 4. اسهل ما يمكن انت تكسبه 4، بس لولا الحظ الاهلي اللي كان ممكن يعمل سكور تاريخي في ماتش بورتو، سكور تاريخي جدا. بس هو ماتش بورتو ده زي ما تحس ان هو كله بقى ايه. هو الشوط الثاني عامه على فكره المدربين سووا ايديهم، واللعيبه هي اللي بتلعب، كله بيجري وبيهجم، كله بيجري يعني. انا حد مسيطر على الملعب. عايز اقول لك ان الاهلي ممكن كان يخلص الماتش ده 9-10. ايوه ما انا بقول لك سكور تاريخي كان ممكن يحصل في الماتش ده فعلا من هجمات كتير جدا. 9-10 في ماتش بورتو مستريح. ده بن شرقي نزل لعب ربع ساعه مضيع 4 اجوان، 3 اجوان بن شرقي مؤكدين. ده اجوان جراد شرم ضيع 3 اجوان مثلا او عمر كمال برضه مضيع. كل اللعيبه مضيعه، كل اللعيبه مضيعه جولين على الاقل. لا الماتش ده انا اتفرجت عليه، كان ماتش على فكره بالنسبه لي ممتع جدا، وشفت فيه كوره للاهلي رهيبه، وكنت مبسوط جدا 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 بالاهلي. بس كان ناقصه ان هو نفوذ، اي نعم كانت هتبقى بالنسبه لنا مش فارقه، بس ده كان بالنسبه لنا هيبقى ان احنا لعبنا ماتش وفزناه في كاس العالم للانديه في اول دوري. بتفرق في الكارير بتاعك عامه، في كارير النادي، ان انت كسبت نادي اوروبي وكسبته بسكور كبير، وكسبت في ماتش في بطوله دوليه، فده بيفرق في الكارير بتاع النادي. بس اللعيبه فرطت في الموضوع ده، وانا شايف هو عامل كامل يعني من اول الاداره لحد اللعيبه، هو السبب في الموضوع اللي احنا فيه دلوقتي اصلا يعني. طيب نطلع من شق الاهلي وهنخش على شق الهلال واللي عامله الهلال والضجه الكبيره اللي حصلت اليومين اللي فاتوا. ده مش اليومين اللي فاتوا، ده قبل كده برضو، لان الهلال عمل ماتشات قويه جدا 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 الفتره اللي فاتت. انت شايف سر ده مين؟ هل انزاجي هو اللي عمل ده، ولا اللعيبه هي اللي عامله دي؟ طيب ولا هناخد الموضوع من اوله. اللي حصل في الهلال زي اللي حصل في الاهلي. تمام. طبعا فروق ماديه كبيره جدا 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 جدا، فروق دول يعني فروق كبيره جدا. بس القرار اللي اتاخد ايه؟ انت جبت مين؟ هو جاب مين؟ هو جاب يعتبر من احسن 2-3 مدربين في العالم بالزبط. جابوا يدرب الفرقه. انت جبت مدرب محدش يعرفه، احنا ما نعرفوش يعني، هو ما يعرفش نفسه يعني، هو ومراته اللي عارفين بعض يعني، محدش يعرفه. ده الفرق بيننا وبينه. فعلا جاب مدرب عارف من بصمته من تاني يوم هينزل هيأدي، وفعلا من تاني يوم هو السيستم بتاعه اللي كان بيعمله في انتر هو اللي نزل نفذه. جاب مدرب خارج من 2 دوري ابطال، نهائي دوري ابطال. ده الفرق بينك الاداره والاداره محضره، عارف عايزه ايه. فرق فلوس جدا، انت كان ممكن تصرف وتجيب مدرب عالي كويس بالنسبه لك ويفرق بالنسبه لك. هو جاب انزاجي ينفذ كل الكلام ده. طبعا عنده 10 محترفين طبعا كلاس ايه عنده خط نص بص كلاس ايه، احنا طالعين بديانج وامام عاشور والناس دي. لا عنده لعيبه كلاس ايه طبعا في كل المراكز يعني. بس برضو نيجي نقطه يعني، هل كلاس ايه ده احسن من الكلاس الاليت بتاع سيتي؟ لا خلينا نكون صراحه. بس العيال عملت ماتش عالمي، بتعمل مرتدات عالميه، الفينش بتاعهم كده في ثانيه. طب انا اتفرجت على الماتش على فكره، عايز اقول لك على حاجه، انا ما اتفرجتش على الماتش من الاول. انا كنت نايم وصاحي اصلي الفجر، بقلب في البتاع بشوف الهلال عمل ايه، لقيت الدقيقه 92 والهلال متعادل 2-2. رحت فاتح التلفزيون، مراتي بتقول لي في ايه، قلت لها لا ده مالكيش دعوه باللي بيحصل ده. ببص الماتش، انا شفت اللعيبه في الشوط الاول الاضافي والثاني الاضافي، اللعيبه لا بيلعبوا كوره بجد والله، بيلعبوا كوره والعيال عندها روح وجرينتا فظيع. طب اقول لك على حاجه وانت مش عارف توافقنا على الموضوع ده، هل العامل الجوي فرق مع لعيبه الهلال عن اللعيبه الاوروبيه عامه؟ لعيبه السيتي، لعيبه ريال مدريد، على جو الحر والكلام ده كله طبعا. ليه هو بيلعبوا الساعه كام؟ هو كان بالنسبه لنا احنا الفجر، هم عندهم العصر صح؟ الرطوبه هناك عاليه جدا جدا جدا، الموضوع هناك صعب. فهل ده ممكن يكون عامل في الموضوع ده؟ مش عارف والله، بس هي ملهاش علاقه. هو السيتي طبعا متكل على عينين الموسم كله اللي فات ده، هو كده بيكون فرقه جديده. بس خلاص انت داخل على موسم جديد، انت دلوقتي ده داخل على موسم جديد، خلاص ده هيخلص شهر 8 هتبدا الموسم الجديد. هو خدها تحضيريه بقى ماشي، خدها تحضيريه، خدها اي حاجه، بس ان انت تطلع من الهلال
دي حاجه كبيره للهلال. سيبك من طبعا مش هعيب بقى في السيتي طبعا. والكلام ده. دي حاجه كبيره جدا جدا للهلال، بلس ان هو تعادل مع ريال مدريد، يعني تمام. دي تحسب له برضه. اي نعم ريال مدريد برضه مش في الفورمه، بس هو تعادل مع ريال مدريد وفاز سيتي و... وفاز باتشوكا 2-0. انا عايز اقول لك ان انا متوقع ان هو يكسب ريال مدريد اصلا. ايه ريال مدريد اقل من السيتي اصلا مش كاسماء اقل من السيتي. لعيبه. بص انت متحفز وانا ما بحبش الكلام ده يا جدعان. لا مش اقل من السيتي. ريال مدريد لعب يوفنتوس وكسبه امبارح. يوفنتوس مين ده؟ يوفنتوس ده مركز كام ده في يا الدوري باشا الايطالي ده؟ يا باشا مركز ثالث ولا حاجه. تالت ايه ده؟ مركز رابع ولا خامس يا عم في يوفنتوس، بتتكلم في يوفنتوس يا جدعان، بتتكلم كسبان بالحظ يعني. لا 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 ده عامل ماتش عالمي يا جدعان والله. والله كنا بنعمل كرة. لا يا شيخ انت اتفرجتش على الماتش. اتفرجت والله. لا ضيعوا اول جوان يعني ضيعوا بس لو تشوف ريال مدريد ضغط عليهم ضغطه بنت ايوه كتير طبعا. جدا. يعني انت لو تشوف الماتش اللي ريال مدريد ولا يوفنتوس، لا مفيش. بس فريال مدريد فرقه قويه، ولسه مبابي لسه بدا ينزل، نزله امبارح ما عملش حاجه، بس يعني لسه اهو. انا عندي كومنت غريب قوي عليه. رودريجو فين؟ هو يبطل مشي من النادي ولا ايه؟ رودريجو، ما انتوا بتقولوا ان انتوا عايزين. ماشي يا عم ابعت قلت له اللي انتوا عايزينه. بتحضره لنا يعني ولا ايه؟ مش عارف والله. بتقولوا اللي انتوا عايزينه فهو ما بيلعبوش بقى. مخبيه يعني ولا ايه؟ مخبيه بكرتونته. انا في لكم كرتون عايز فيه ال100 مظبوطين مش مكسور. عايز فيه 100 مقفوله. بص هي الريال محتاجه باك شمال بس، والدنيا هتظبط معاها. انت ايه ما ركزتوش؟ خلاص ماشي. بص هي الريال محتاجه باك شمال، ده اللي انا شايفه ينقصها يعني. اللي هو بيقولوا خلاص بيخلصوا في كاريرس، بس مش عارف بقى بيريز خلص فيه ولا لا، وكان عايز يعمل الحركه الزباله اللي كنا قلنا عليها قبل كده دي. هيجيبوا مانشستر يونايتد بدل ما يجيبوا من بنفيكا، لانهم مطالبين فيه مبلغ كبير. بس بيقول لك برضو خلصوا في ماستنتونو ده. بيقول لك ميسي قادم، بس انا شايفه عادي جدا يعني. عادي جدا. نرجع للهلال. فاحنا نرجع للهلال. الهلال فرقه سكواد عالمي، وعندهم جرينتا وحافز قوي جدا جدا جدا، ودليل ان هم خلاص وصلوا دور الثمانيه. انت بتتكلم فرقه عربيه، وده على فكره شرف كبير قوي للفرق العربيه جميعا، ان فرقه عربيه في اول دوري كاس العالم للانديه بالسيستم الجديد، وتوصل للدور الثمانيه مع الفرق الجامده دي. عدت ريال مدريد اتعادلت معاها، وفازت السيتي. فده انجاز كبير جدا جدا جدا. الهلال مأديه شغل كويس، ولان هم فكر غير الفكر بتاعنا شويه. احنا بس مش عايزين نحط مقارنه بين الهلال والاهلي او اي فرقه في مصر. ده موضوع، ده فكره، وده فكر دوله وتوجه دوله وصارفين بطريقه مختلفه، فالموضوع لعبه بتاعه مختلفه. الصرف باين. الصرف باين. ده هو على فكره مش بالفول تيم، ده عنده لعيبه اساسيه. عنده الدوسري ما بيلعبش، وعنده متروفيتش ما بيلعبش الماتش الاخير بس ايوه. طب ما ده اهم ماتش بالنسبه له، ان هو الدوسري ما يبقاش ده نجم الفرقه. على فكره الدوسري ده اللعيب الوحيد اللي في الفرقه دي جابوا عليه لعيبه اجنبيه ما لعبتش عليه. ده حقيقي. هو كواليتي لعيب عالي جدا، نجم سوبر الصراحه، سوبر ستار يعني. لعيب يعني. هم لعبوا الماتش كويس، والسيتي ما كان نازل عامه زي الفرق الاوروبيه كلها بتنزل. شايفه ان الفرق العربيه اقل منهم بكتير، وده العادي بتاع الكوره عامه. خط النص بتاعه قوي جدا، والمهاجمين اقوياء جدا. عنده ليدو المهاجم ده اللي جايب جونين، ده مضيع 3-4 اجوان اصلا. ليوناردو ده ولا لا مش عارف اسمه ايه، ده غريب اصلا، ما اعرفوش اصلا مين ده. بس هو على فكره ده اقل واحد. ده في متروفيتش لو بيلعب في الماتش ده كان هتلاقي النتيجه اعلى من كده. الواد متروفيتش عالي جدا يا جدعان برضو. الواد ده قناص بطريقه طبعا. بيعمل حاجات رهيبه. بس ايه اللي مدي قوه للفرقه دي؟ الجون طبعا. بونو لازم ياخد حقه بالكامل. بونو ده كان احسن من احسن حراس العالم يعني. هو كورتوا الاثنين بينافسوا في بعض قوه، بل ان هو عامل، انا شايف انه عامل اداء اعلى من كورتوا السنه دي اصلا. بيلعب في مستوى مختلف، ممكن مختلف. يا جدعان برضو يعني انا برضو عشان تقول لي هو اعلى من كورتوا، لا هو مش اعلى من كورتوا انا مش شايف، مفيش حد اعلى منه. بكلم بجد والله، مش عشان انا بشجع ريال مدريد، بس فعلا هو بونو اللي ظهروا ان الدفاع بتاعه مش حلو، وهو اللي شال الدفاع بتاعه. بس
هي دي النقطه. لا بالعكس، ده انت عندك كوليبالي ده مدافع قوي 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 جدا. مش برضه مش ده كان من سنه ولا سنتين من احسن مدافعين في العالم؟ ايوه طبعا. صح ولا انا غلطان؟ كان صح. كل العالم بيجري عايز يشتريه نابولي أيوة. وكان في عز نابولي يعني هو لا ما حدش يقول بقى ان الدفاع بتاعه سيء، لا هو هجوم السيتي ده مختلف تماما، ما نقارنوش بالهجوم بتاع السيتي. صلاح حط عليه، قول له مو صلاح بس هو صلاح حط عليه براحته يا عم، قول له ابننا يحط زي ما هو عايز يعني. طيب. فالفكره في بونو قوه الفرقه، هو ده اللي بيدي قوه للفرقه. ده انا ممنوع. ده عامل استريتش في كوره. احنا بنقول محمد شناوي ما يدش ايده، ده شادد جسمه كله. لا ده الراجل اللي عامل استريتش مش طبيعي. الكوره خرج عمل فيها فراشه، محمد شناوي ما يعرفش اصلا يعني الفراشه دي طبعا لا طبعا الكره اللي متصوره دي لا قويه جدا، عمل عليها تراي مرتين دي على فكره هي مش عشوائيه خالص، مش عشوائيه، ده هو حاطط متوقع صح جدا. يا لهوي هي دي لازمه الايد بقى يا شناوي. هي دي لازمه الايد. لا الواد انا قلت خلاص جون ومد ايديه فما جابهاش، فالواد خلاص عمل فنت وقال دي جون مليون في المية. هو توقع انها جون هو راح يحتفل. الواد راح عمل كده اهو جاب بايد الثانيه. في حارس مرمى بيحط ايده وخلاص لحقتها لا ده قافل الكوره، قافل الكوره وايده لا قوي جدا الصراحه، وشايل كور كتير جدا. الريفلكس بتاعه لا حارس صراحه اقوى حارس في افريقيا، ويستحق انه يبقى احسن حارس في افريقيا، من احسن حراس العالم كمان يعني، مش مجازا عامه، لان هو بيلاعب الفئه دي وبيلاعب الكلاس ده في الدوري بتاعه، لانه عندهم احسن لعيبه من احسن لعيبه في العالم موجوده في الدوري بتاعهم يعني، فالمنافسه عنده قويه جدا يعني. هو ياسين بونو معلم الصراحه، والماتش اللي عمله قدام السيتي عمل ماتش سوبر. هو الهلال بيستحق المجهود مقابل المجهود اللي هم عملوه، فالنتيجه دي هم يستحقوها. والله انا شايف ان احنا كنا نستحق برضه، بس يلا لا احنا ما نستحقش والله، كان المفروض نستحق. انت ما عملتش مجهود مقابل ده. لو بس عدينا ماتش انتر ميامي بس هم رايحين يتفسحوا والله. بص ثواني بس، انت شفت ثواني بس، واحنا صرفوا لهم امبارح $50,000 لكل لاعب. 500,000 $500,000 لمين؟ الهلال. احنا اكتر من الجوائز اللي احنا واخدينها. اكتر فعلا من الجوائز اللي احنا واخدينها اصلا يعني. لا بجد والله هو يستحقوا، بغض النظر ان احنا ما نقدرش ندفع الرقم ده، بس هم يستحقوا حاجه زي كده يعني. نخش بقى على نقطه نتكلم فيها ونقفل الفقره دي. وسام ابو علي في كلام كتير ان هو هيمشي، واداره الاهلي طلعت بيان امبارح ان هو قاعد، وبس في تقارير كتير قوي بتقول ان هو اللي عايز يمشي. تمام. واتعرض تقريبا ما يخرج من 14 مليون و12 مليون، ارقام سمعناها بقى كتير قوي. انت ايه رايك، هيمشي ولا هيقعد؟ هقول لك، هي دي حركه خبيثه من اداره الاهلي. هو ديل معمول مع وسام اصلا، كان متفق مع الاداره ان انا لو بعد كاس العالم لو جالي اوفر كويس انا عايز امشي، اروح تجربه تانية، فرق فلوس فرق مرتب. هو دلوقتي بياخد 800، بعد التعديل الاخير بقى ياخد $1,000,000 باين او 1,100,000 دلوقتي التعديل الجديد. الفكره ان الاهلي حاطط طموحه اكبر من 4-5 اللي ممكن تتعرض عليه. ليه؟ لان في اشاعات. انا بقول لك اتعرض 12. لا هو ما فيش حاجه وصلت رسمي للاهلي. 12 دي كلها اشاعات وترويج. بص احنا عامه السوشيال ميديا عندنا في مصر هي بتوجه الارقام كده شويه، يقول لك اتعرض 4، اتعرض 6، اتعرض 8. لا هو الاهلي مستني منه رقم معين عشان هيمشيه فيه، اللي هو مثلا مش اقل من 8-10 انا ابدا افكر في الموضوع ده. حتى الاهلي اعلن قال لك انا مش هبيعه. ليه؟ عشان اللي جاي يقول لك انا مش هبيعه، بيقفل السوق. غناوه من الاخر، عشان ما يضغطش على الاهلي ان انا محتاج فلوس. انا ابيع غناوه بالظبط كده. ودي الفكره ذكيه وبديل مع اللعيبه على فكره. اول ما هيجي له اوفر، هو ممكن يجي له اوفر في الدوري السعودي او في الدوري الامريكي او ايا كان الدوري، هيجي له اوفر بالرقم ده. في عرضين اتعرضوا والله الله اعلم بمدى صحتهم من انتر ميامي. انا سمعت ان هم عارضين عليه 12 ونيوم عارضين عليه 14. لا هو لوس انجلوس هم اللي كانوا بيتكلموا عليه. لوس انجلوس مش من انتر ميامي. لا لوس انجلوس. ومش نيوم خلاص جابوا لاكازيت اللي كان في الارسنال وكان بيلعب في ليون، جابوه دلوقتي. ممكن يجيبوه هو كمان، بس انت عشان تاخد الرقم ده مش هتاخده غير من فرقه في الخليج. بيقول لك في الوصل الاماراتي، وفي فرقه في قطر برضو هي اللي بتتكلم. الخليج هي اللي هتديك الارقام دي. انا شايف مستقبلا ليه هو يلعب في السعوديه احسن دوري ممكن يتلعب فيه في الفتره الحاليه دي، لو هيطلع بره يعني. برضو الدوري الانجليزي دوري تعبان برضو، قصدي الدوري الامريكي دوري تعبان يعني. لوس انجلوس من الانديه القويه هناك، بس دوريات تعبان. الخليجي دلوقتي بيظهروا فيه اللعيبه دي، وخصوصا بعد ولا انا متخوف منه، بس ان اداره الاهلي تتبع نهج اللي عملوه مع ديانج.
اللي هو فكره احنا مش هنمشي اللعيب لما كان جاي له 5 ولا 6 كان جاي له رقم كده ان هو جاله يتباع 8. بيه. كان جاي له رقم والاهلي قال لك تمسك بيه ومش هبيعه، وفي الاخر انت خسران اللعيب وطلعته اعاره مش عارف ب 400 على الف فكره دولار ولا هو 800 الف الاهلي ما دولار. خسرش حاجه، هو طلع اعاره ب 2 مليون ولا حاجه. ما طلعوش ب2 ده 400 الف دولار يعني. لا 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 ب 400 الف لا دولار. يا عم مليون وحاجه كسر مقفله 2 مليون. ما وصلتش نراجع الرقم. الارقام دي عشان بس ايه بيشكك في الارقام. تاني حاجه هو معروض عليه رقم كويس دلوقتي في مين؟ في ديانج. في ديانج. بس هو بس قال الاهلي لك مش هيمشي هيبيعه. ديانج دلوقتي لسه، هو ما لان ينفعش هو دي- محتاجه انت محتاجه فعلا دلوقتي في الاهلي. يعني انت دلوقتي انت محتاجه قوي. يعني انت وحمدي فتحي اصلا النادي مش راضي يبيعه لك. اي نعم عليه كومنت بس هو النادي مش راضي يبيعه انا مش لك. عايز حمدي فتحي الصراحه. انا هو مش عايز عراه خلاص. وراجع. انا عامه مش مع فكره ان اللعيب اللي يسيب النادي ومش يسيبه يمشي، يعني خلاص احنا بعناه نرجعه تاني، دي زي فكره تريزيجيه، زي فكره حمدي فتحي، زي فكره الناس انت دي كلها. محتاجه، انت كنت محتاجه فعلا، انت ما كانش عندك خط نص. ماشي، ما انا جبتهم مدافع. عملوا ايه الناس دي؟ ولا واحد فيهم فادني. ايوه ماشي، دي حاجه تانية. انا بتكلم يعني احنا بنتكلم في حته ان هو انت فعلا كنت محتاج الناس دي، وفعلا كان حمدي فتحي رايح من عندك سوبر وراجع انت مستني ما منه. دي غلطتي لان انا موديه فين انا جايبه من دوري ايه؟ دوري القطر. دوري القطر ده بينافس على ايه؟ ما هو منافسه بقى عامله ازاي؟ هي بقى يعني على وانا على عندي حسب. لعيب مثلا زي تريزيجيه اللي انا جبته صرفت عليه فلوس وانا جبته ده. اللعيب ده جاي من انجلترا راح تركيا، ومن تركيا راح قطر. انا اجيبه اعمل بيه ده كواليتي نزل خالص، ده اقل من الدوري المصري. لا بس تريزيجيه ماركه عالميه والله. بس انا هو ممكن اشيله كاس العالم ده على فكره. حظه وحش. تريزيجيه ممكن يشيل كاس العالم ده كله لوحده اصلا. حقيقي. بس هو عشان هو هدي بقى الماتشين اللي بعدين هو مستخبي بقى. هو بس هو عشان الناس بتحبه فمحدش بيتكلم عليه، بس هو يشيل كاس العالم ده اصلا كله. ده حقيقي. بس هي الفكره وسام ابو علي يمشي ولا ما يمشيش اصلا لو جاي فيه 10 12؟ انا شايف ان انت عندك بديل. جراديشار حلو جدا على فكره، ولو خد فرصته كامله الواد ده عالمي بجد والله. بيلعب كره سهله، ده اللي احنا اتكلمنا فيه. بيلعب كره سهله جدا وبيعمل حاجات ما بيعملهاش وسام. يعني هو بيعمل حاجات ما هو بيعملهاش بيلعب كره على الارض حلو جدا. بيلعب كره على الارض حلو جدا وتحركاته قويه جدا. حسام وسام من احسن الناس اللي بتعرف تستلم كور تحت ضغط. وجراديشار على فكره ان هو عنده النقطه دي قوي جدا، بس مش زي وسام. وسام قوي. ما شاء الله اول ما الكره بتيجي بيبقى محضر نفسه وواخد اللعيب في ظهره صح. يا اما هستلم يا اما هعمل فنت واقوم واخد الكره وجاي. من اقوى اللعيبه اللي بتعمل كده في الدوري المصري تما، واللي جت انه بيعمل الحركه دي. واسامه ابو علي مختلف عن اللعيبه كلها اللي بتيجي في مصر. الضغط العالي بتاعه قوي جدا جدا جدا، بيضغط على حارس المرمى والاربعه المدافعين، بيجري عليهم في نفس الهجمه. بيضغط عليهم في نفس الهجمه. يعني انت ممكن يضغط على الباك اليمين والاثنين المساكين وحارس المرمى وعلى الباك الشمال وينزل يضغط على النص دي في هجمه واحده. مفيش لعيب في مصر او لعيب، مفيش لعيبه في العالم كله اصلا بشوفها بتعمل كده. ده هالاند ما بيعملش كده. ده حقيقي. ده بجد يعني الضغط العالي بتاعه لا هو مختلف. اللعيب مختلف اصلا عن اي لعيب جالك. الكواليتي ده مش هيتشوف تاني. انا قلت رايي يمشي ولا لا. انت رايك ايه؟ يمشي ولا يقعد؟ يمشي. لو جالي فيه 8 او 10 يمشي. ده هو ده الاستثمار اللي في اللعيب. ما بيعوش اقل من 12. لا ما هو بقولش الاهلي أقل من مستني. 12. انا متوقع ان الاهلي مستني فيه من 8 ل 10. ده يبقى تقريبا اكبر رقم محترف طالع من طبعا دوري مصري طالع بالرقم ده طبعا. ده رقم كبير جدا جدا جدا. الاهلي هيكسب. الاهلي هيفك بالفرقه كلها عامه. هيجيب فرقه جديده اللي عايز يمشيه عايز يجيب مهاجم كواليتي. وعلى فكره الاهلي شغال على الموضوع ده ونفس الفكره. فلسطيني برضو اجنبي برضو زي وسام كده بالظبط. وبيعمل نفس الفكره. الاهلي بيحضر لدي عشان هيمشي وسام. مليون في المية هيمشي وسام، لانه عمره ما هيفضل قاعد مستني ان وسام يجي يقول له اصل وسام فاضل له سنتين في عقده. لو ما خلصش معاه السنه دي ومشى السنه دي، السنه الجايه وسام هيمشي فري مش هيستنى. اصل لعيب محترف برضه في الاخر وفي الاول. مش لعيب مش مواليد الاهلي يعني. وبكده نكون هنا حلقتنا. لو انت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. لو انت بتتابعنا على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك ما تنساش تعمل لنا شير لايك وفولو.